إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. عاجل بورو يتحد مع باليان ليتخلص من صلاح الدين. ومفاجاة بالجملة في عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 53. مسلسل صلاح الدين الأيوبي يواصل إشعال الحماس والتشويق في قلوب مشاهديه، حيث شهدت الحلقة 53 تطورات درامية كبيرة قلبت موازين القصة بشكل غير متوقع. وفي هذه الحلقة ينكشف التحالف المفاجئ بين بورو وشقيق صلاح الدين وبين باليان في محاولة للقضاء على صلاح الدين، ومما شكل صدمة كبيرة للجمهور بسبب هذا التحالف، ويأتي بعد محاولة فاشلة من بورو لقتل أخيه، ليواجه صلاح الدين لأول مرة تهديدا حقيقيا من أقرب الناس إليه، وفي تطور درامي غير مسبوق. وفي هذه الحلقة يظهر بورو وهو يهرب اللورد يوداس، ثم يذهب إلى باليان ويعلن له رغبته في التخلص من صلاح الدين، مؤكدا أنه أصبح عدوه بعد أن تخلى عن جيشه لإنقاذ حبيبته. والمفاجأة الكبرى تكمن في اللحظة التي يظهر فيها بورو بجانب باليان، وحيث يبدأون في التخطيط لاغتيال صلاح الدين، وعلى الرغم من أن باليان يطلق السهم في صدر صلاح الدين، وتظهر لمحة تشير إلى أن هذه الخيانة قد تكون جزءا من خطة متفق عليها بين بورو وصلاح الدين، وحيث يطلب بورو من باليان إطلاق طلقة واحدة فقط، ومما يعكس وجود مؤامرة مدروسة بين الأخوين. وعلى الصعيد الآخر نشهد مواجهة مثيرة بين الملكة ماريا وسيبيلا وويليام، وحيث توجه لهم اتهامات بقتل اللورد غي، وما يثير العديد من التساؤلات حول مصيرهم في الحلقات القادمة. زمن المقرر أن تعرض الحلقة 53 يوم الاثنين 21 أبريل في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت تركيا. أما المشاهدون العرب فيمكنهم متابعة الحلقة مترجمة على قناة الفجر الجزائرية يوم الجمعة المقبل 25 أبريل في تمام الساعة 9:30 في مساء بتوقيت الجزائر والمغرب، والساعة 10:30 مساء بتوقيت مصر، والساعة 11:30 مساء بتوقيت السعودية. ومسلسل صلاح الدين الأيوبي يتمتع بنجاح كبير بفضل السيناريو القوي الذي كتبه سردار أوزنالان، والإخراج المتميز لسيدات إنجي، وإضافة إلى الإنتاج الضخم من شركة أكلي فيلم. وهذه العوامل جعلت المسلسل واحدا من أبرز الأعمال التاريخية التي لاقت إعجابا واسعا في تركيا والعالم العربي. وإذا كانت من محبي الدراما التاريخية فلا تفوت متابعة مسلسل صلاح الدين الأيوبي، واستعدوا لمزيد من المفاجآت في الحلقات القادمة. شكرا لكم على طيب المشاهدة، ونضرب لكم موعدا في حلقة قادمة إن شاء الله.